برضو البيضة برضو لسه بنتكلم في البيض. البيضة لما تيجي البيضة تنقر ما تفتحش البيضة. في ناس بتفتح البيضة وتحاول تساعد الزغلول. اقول لك على طريقة انا بعملها، ما بفتحش بيضة. انا ما بفتحش بيض واساعد الزغلول واخرجه ليه. ممكن اجي افتح الاقي دم، يكون انا حسبت غلط، الحمامة ما رقدتش على طول في نفس الوقت. في حمامة ممكن تقعد يومين وبعدين ترقد فبتتاخر فأس البيضه، او في حمامه بترقد على طول. فالموضوع ده بيختلف. ممكن البيضه تفضل نقره مكسوره كده يومين ثلاثه، فاجي افتح الاقيها نزلت دم، يبقى انا اتسببت في موت الزغلول. طب امال اعمل ايه لما الاقيها نقره؟ انا بطلع مرتين في اليوم، فبجيب بخاخه زي كده اقوم رشيشها شويه ميه كده بس، واقوم حاططها تاني للحمامه ترقد عليها. بس ده اللي انا بعمله مرتين في اليوم اهوت كده، حتى لو قعدت تنقر 3 ايام لحد ما تفقس، واقوم حاططها تاني للاهالي. او ما فيش عندك بخاخه، بلها في شويه ميه عادي، طيب كوبايه ميه وطلعها بسرعه، واقوم حاططها